بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يلا بقى بسرعة الحقي فرزي البامية الحلوة بتاعتك لطول السنة. هتفرزي معايا هنا بامية بطريقة هي الطريقة الأصلية لتفريز البامية، وأنا معتمداها من حوالي 20 سنة. صدقيني هتاخدي بامية خضرة كأنها لسه جاية من الغيط. تعالي بقى معايا نشوف هنعمل ايه. نزلت يا ستي بقى السوق، جبت كمية من البامية. هاتي الكمية طبعا اللي تحبيها واللي انت عايزاها، بس شرط للتفريز صدقوني، البامية الصح هي البامية الخضراء. البامية الحمراء مش بتتفرز، ده مش صح. الصح انك تجيبي البامية الخضراء. وصي كده البياع اللي انت بتشتري منه يجيب لك البامية الخضراء اللي هي بالشوك، البامية الخضراء مش الحمراء. خلاص، هاتي الكمية اللي انت عايزاها وتعالي نشوف هنعمل ايه مع بعض. اولا انا عايزة البامية دي تتغسل غسلة، يعني غسلة معتبرة، مش مرة ولا اتنين، ده انا غسلها هنا بتاع حوالي مثلا 4 مرات. خلاص، بتجيبي حاجة كبيرة واسعة وتحطي فيها البامية قبل ما تمدي ايدك فيها وهي لسه بالعنقود بتاعها كده. هتنقعيها في مية كتير وبعدين تطلعيها من المية تتصفى زي ما احنا شايفين كده، تتصفى كويس وتعيدي غسلها تاني. معلش هي خطوات كتيرة وممكن في التفريز بالذات بنتعب، بس بعد كده بتلاقي التعب ده لما بتبقى الحاجة جاهزة عندك وفي نفس الوقت معمولة بطريقة صح وكويسة وخضرة وزي ما تكون فريش وأحلى كمان. خلاص، دي تاني مرة غسلت فيها البامية. اهو بغسلها اهو تحت الحنفية والمية الجارية لازم يا جماعة، يعني ما فيش حاجة اسمها الخضار ما يتغسلش. شايفين نازل منها ايه؟ دي من تاني مرة غسيل نازل منها بلاوي يعني. خلاص، هنغسلها مرة تالتة ونشوف هنعمل ايه. خلاص، بنفس الطريقة اللي احنا عملنا بيها كل مرة، واحدة واحدة كده معايا بالخطوات الصح هتعملي معايا احلى بامية متفرزة. خلاص، حطيناها بقى في مصفى بعد ما غسلناها. انا مش عايزه فيها ميه خالص، يعني عشان لما تيجي تقمعيها ما يبقاش فيها ميه، بتتخلصي خالص من الميه، بتسيبيها حوالي نص ساعه هنا تنزل الميه اللي فيها. بس يا ست الكل اركنيها لي بقى شويه كده لحد اما تشوفي ان الميه نزلت منها. دي اول خطوه معانا. بعد كده بقى بناخد القمر ده والباميه الجميله دي بنقمعها. بتقمعي الباميه بتاعتك زي ما انت شايفة كده. انا هنا فردتها على حاجة كبيرة، على صينية كبيرة وهي متقمعة كده، فردتها ما تبقاش مكببة على بعضها. فصلت البامية الكبيرة عن الصغيرة علشان اعمل بامية ويكا، وهسيب لكم اللينك بتاع فيديو البامية الويكا، وهسيب لكم كمان فيديو تفريز الفاصوليا الخضراء. شايفين البامية جميلة ازاي وصغيرة ازاي؟ جمعت الصغيرة كلها مع بعضها. خلاص، حلو الكلام. طبعا تقميع البامية غني عن التعريف، بس بالنسبة لبناتي الحلوين الصغيرين انا هوريهم برضو علشان يبقى الفيديو فيه كل المعلومات اللي احنا محتاجينها. خلاص كده، ادي البامية قمعناها وسبناها. النقطة بقى الفاصلة هنا هنعمل ايه؟ تسيبيلي البامية دي في الهواء تحت المروحة مش اقل من ساعتين. انا عايزة البامية دي تنشف تماما، ما يبقاش فيها ولا نقطة مية. شايفين هنا البامية متهوية ازاي؟ الصينية ما فيهاش نقطة مية. بامية ناشفة وحلوة جدا، لان المية دي هي اللي بتسود الخضار في الفريزر، هي السبب ان الخضار بيسود منك. خلاص، وموضوع ان المية تبقى مغلية واحط فيه البامية وبعدين اشيلها، ده بيخليها وانتي بتسويها بتتعجن. كل اللي بنعمله بنجيب عصير ليمون على البامية الخضرة بتاعتنا دي وبنرشه على البامية. خليكي معايا واحدة واحدة، صدقيني هي دي الطريقة الصح للتفريز. خلاص، حلو الكلام. حطينا بقى الليمون على البامية، بتبتدي بقى تقلبيه وتغلفيه لي كل البامية بعصير الليمون اللي احنا حطيناه دوت. حلو الكلام. قلبي كويس وظبطي الدنيا زي ما انت شايفة كده.
انا عايزة البامية يا دوبك بس تبقى عرقانة كده بالليمون، ما يبقاش فيها مية، يبقى فيها بس عصير الليمون ده. هتبقى عرقانة كده بالليمون بتاعنا ده اللي بيحافظ كمان على لونها الأخضر. يعني الليمون ده اللي بيحافظ لي على خضار لونها. بتاخديها بقى مظبوطة وصح والفريزر أصلا بيعمل عملية تسوية. فانتي لما بتيجي تحطيها في الصلصة بتبقى يا دوبك ماسكة نفسها. حلو الكلام. وضبي لي بقى الأكياس بتاعتك، الكمية اللي انتي عايزاها حطيها في الكيس بالكمية اللي تناسبك. انا دايما بحب احط الكيس يعني حوالي نص كيلو. حبيت اكتر باخد كيس تاني، ده الافضل. ما تحطيش الكيس كميته كبيرة. خلاص. بس يا ستي، بعبي بقى الاكياس بتاعتي، اكياس طبعا نظيفة، اكياس تلاجة. وبشوف هعمل ايه في الخطوة اللي جاية. ادي كده خلصنا التعبية بتاعتنا زي ما انت شايفة كده. قرن الفلفل ده بقى يا سلام لما ينزل مع البامية في الصلصة بيدي ريحة بقى خرافة. بحطه مع الكيس بتاع التفريز. وطبعا بصي بتبططيه وتخرجي الهوا تماما منه، ما تخليش هوا في الكيس خالص. بصي اتكي عليه كده، خرجي الهوا كله زي ما انا بعمل كده. حلو الكلام. ادي قرن الفلفل الاخضر حطيته هنا للباميه الصغيره. وكيسين الباميه الكبيره اللي انا هعملها ويكا حطيت فيها قرن فلفل احمر بس عشان اميزها، ما اتلخبطش واخرج باميه صغيره. يعني ابقى عارفه ان دي الباميه الكبيره. خلاص. وبرده بفرغ الهواء. تكي عليه بطاطيه ما تخليهوش مكبب، علشان تحطيه في الفريزر يبقى منمق كده وشكله جميل زي ما انت شايفه. ايه رأيكم بقى في الكلام ده النهاردة؟ تعالوا بقى نفرز مع بعض احلى بامية، واكتبوا لي في الكومنتات ايه الاخبار. فين بقى اللايكات الحلوة بتاعتكم؟ انزلوا لي بقى النهاردة باللايكات والكومنتات الجميلة بتاعتكم اللي بتسعدني. يلا بقى اعملي لي البامية كده بنفس الطريقة اللي انا قلتلك عليها. ولازم تبقى بامية خضرة، وخلي بالك من كل حاجة قلناها. وتحياتي ليكم.